في من قالوا نعم للبطالة، نعم لتجويع أبناء الشعب. أحتاج. الذي أمامكم هو سلسلة بشرية لأطر البرنامج الحكومي 10,000 إطار تربوي خريجي المدارس العليا للأساتذة. نحن أطر تكونت في مشروع حكومي بميزانية تقدر ب 161 مليون درهم، أقول 161 مليون درهم، فأخرجت هؤلاء المعطلين. كل سنة دار الشواهد ديالهم كان شكل احتجاجي، كنتمناو من الجهات المعنية الحكومة أنها تسمع لنا وتسمع لهاد الأساتذة. راه عياو هادي 4 شهور هما في الشارع، راه كيضربوا وكيتقبعوا، وراه الاستنزاف الناس كتجي من بعيد، من مراكش، من زاكورة، من أكادير، جميع المناطق ديال المغرب. الشباب وعبار هاد الناس خاصهم يدمجوهم، هاد الناس خاص الحكومة تحمل معهم المسؤولية. شو موعد ولا الشواهد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستاذ لا شو الشعب عيب وعار، عيب وعار. دولة حق، دولة حق. كما يعلم الجميع وكما يعلم متتبعي المعركة أن قضيتنا هي كما يلي. نحن كان في سنة 2013 قد كانت هناك اتفاقية بين الحكومة وبين القطاع الخاص على أساس تكوين أطر وفق دفتر تحملات اللي يسمح لهم أنهم يخدموا في القطاع الخاص ويرجع القطاع الخاص مهيكل، لكن بأجر اللي هو كريم وبأجر اللي يضمن عيشهم الكريم. لكن بخروج أول فوج غيتفاجئوا بان القطاع الخاص سيتملص من الاتفاقيه. علاش؟ لانه قطاع الشكاره، لانه باغي غير يربح. شنو بغى اساتذه تخدم ب1000 درهم، استاذات يخدموا ب 1500 درهم. شنو غدير بها؟ واش غتسكري بها؟ واش غتشري بها دار؟ واش غتزوج بها؟ شنو غادي دير بها؟ العداله والتنميه تيهجموا كيقول لك حنا باسابل وعندنا 10 ودخلنا لي زينيس ب 10. هيا السي بيان سافو دير 12 واستحسان قال لك هادو اللي سقطوا في. نريد ان نوجه رساله الى رئيس الحكومه السيد عبد الاله بن كيران. لماذا تهمش هذه الاطر ذات الكفاءه العليا؟ لماذا قامت الحكومة بهذا المشروع؟ من أجل ماذا؟ من أجل العطالة. لا نريد عطالة، نريد كفاءة عليا لتخدم هذا الوطن الحبيب، هذا الوطن العزيز. كنوجدوا نفسنا في الأخير في الشارع مرميين. شنو هاد الدم ديال هاد الأطر؟ الأقل ديالهم حصل الإجازة، كاين 80% عندهم الماستر، عندهم الدكتوراه. ولهذا نحن خضنا جميع المحطات النضالية بما فيها اعتصامات، بما فيها المبيت، بما فيها الإنزالات. وبالتالي من هنا نوجه الخطاب إلى الحكومة وإلى الجهات المعنية، سواء كانت الدولة العليا أو حكومة أو وزارة، مهما كان الشأن، أننا سنقوم بخطوات أكثر تصعيدية. إذا كان هذا الوطن رفضنا حيت درنا الوحيد الأطر، راحنا مستعدين والله العظيم إلا مستعدين نحرقوا ذاتنا ومستعدين نغادروا هذا الوطن ونمشيو عند الله سبحانه وتعالى ونمشيو بكرامة. ومن هذا المنبر كندعو الحكومة باش تتحمل الجرأة ديالها، وكندعو داك السي بن كيران اللي كيقول أنا رجل شريف باش يلتزم بالمقررات وبالضمير ديالو وبالقوانين ويلقى لنا حل جذري، والا تحمل كافه المسؤوليه. لمده 4 أشهر ونحن نطالب بهذا الحق، فلم يتم الاصغاء لنا. سياسه الاذان الصماء ما زالت، الا اننا الحمد لله لازلنا صامدون بالرغم من اقولها الحقره التي تعرضنا اليها، ولكن صامدون بالرغم من كل شيء، ولن نتراجع حتى لو كان ذلك على أرواحنا. هذا الإطار
والمختار يمشي بحاله إن حلفنا على الإمام والنصر إيمان